هذا يقول هناك من يقول إن وصول الإخوان للحكم في مصر مثل نصر المؤمنين في غزوة بدر، ولما سقطوا مثل غزوة أحد. منهم من يقول صراع بين الإسلام والكفر. هذا سمعناه كما سمعت أنت. كم طبقوا من الإسلام؟ أنا والله أولا لا أخفيكم تمنيت أنها تتم ال4 سنين لهم حتى تنقطع الحجة تماما، ليرى الناس جميعا ماذا يطبقون من الإسلام. هذا أولا. ثانيا أمر الله نافذ ومشيئته غالبة ولا راد لقضائه وحكمه سبحانه وتعالى، كان الذي كان. ثالثا هم استمروا سنة، ماذا عملوا فيها؟ رابعا من أو نصراني. خامسا من قبل أن يحكموا قالوا القطع والجلد ليس من الشريعة. هذا رئيسهم الذي ذهب في مقابلة قبل أن يترأس قبل الانتخابات لما رشح قال القطع والجلد ما هو من الشريعة، اجتهادية، أمور اجتهادية، وموجود مسجل بصوته ولله الحمد، وهذا النت يحفظ كل شيء، ارجعوا إليه تجدونه بالصوت والصورة. وعد ما شئت، قل ما شئت. فأين يكون هذا النصر اللي يشبه بيوم بدر؟ وعلى كل حال هم دعاة للديمقراطية من أول يوم، ونحن وأنا بنفسي خلنا نحن سمعته وهو يقول إن الحكم للشعب، للشعب ومصدر الشعب. ما هو الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، التي قد أهلكونا بتردادها وتكفير المسلمين عموما بعدم تطبيقهم كما يزعمون لها. الآن لما جاء ما عاد فيه إن الحكم إلا الحكم للشعب. وهو يوم جاء أيضا بنفسه قال لو يطلع 1000 ومدري قال 10,000 يوقعون على أنهم ما يبغوني خلاص أتنازل. طيب الآن ملايين طلعت ما تبغاك، الآن جاء وقت الصدق. سادسا الطريقة التي جئت بها ذهبت بها، الطريقة التي جئت بها هي ميدان التحرير، صح ولا لا؟ وجاء القرضاوي ومن معه وخطبوا فيه وصلى بالناس الجمعة، وبعدين طلعتم للحكم. يعني هي نفس الطريق نزلتم منها، الدرج الذي طلعتم معه رجعتم نزلتم معه من ميدان التحرير، هي واحدة، نزول وطلوع. ارتقيتم من درج ميدان التحرير ونزلتم من درج ميدان التحرير. هذا الأمر السادس. الأمر السابع يقولون إن الشعوب لا يجوز أن تصادر حرياتها. طيب هذا اللي خرجوا يعبرون عن حرياتهم، وفي قانونكم لا يجوز أن تصادر حريات الشعوب، فعبروا عما هم فيه، وأنتم عبرتم عما أنتم فيه وغلبوكم، فالحكم سلام الله تعالى. ثامنا كما يقال أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، كم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أنا قلت من أول يوم لبعض إخواننا ممن هم في غير هذه المنطقة، قلت لهم في هذه اللحية إما ذاق الإخوان الكأس الذي ذاقه حسني مبارك وأخس منه، وإلا ما أنا محمد بن هادي والذي لا إله غيره. قلت هذا الكلام والآن ذاقوا. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا، فما ارتفع إنسان إلا وقع إلا من ارتفع بأمر الله تبارك وتعالى، هذا لا يخفضه أحد. فهؤلاء أرادوا ما أرادوا، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تاسعا قالوا إن هذه الحكومات كلها أذناب لأمريكا ومع اليهود ومع إسرائيل، أول ما تولوهم
راحوا جددوا المعاهدات مع إسرائيل، وأمريكا هي اللي ضغطت عليهم قبل وقالت ها إلا البنود والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة، وما طلع مرسي حتى تأكدت أمريكا بأنهم لن يغيروا الحكم مع إسرائيل في المعاهدات، وأنتم يمكن رأيتم هذا وسمعتموه. طيب كيف كان ذاك اليوم كافر واليوم الآن اللي جدد الثاني ما هو كافر؟ نحن ما نكفرهم جميعا، لكن على كلامهم هم. كيف حسني والسادات وغيرهم كفار لأنهم مبرم اتفاقيات؟ طيب واللي يجدد الاتفاقية ويأكدها ويرسخها هذا هو. تركيا الحزب العلماني فيها ما عقد معاهدات مع اليهود. لما جاء نجم الدين أربكان عقد معاهدة اندماجية كاملة في الجيش بينه وبين اليهود، وإلى الآن العمل بها. ولما انتهى منها العلمانيون والطورانيون جماعة كنعان إيفرين ومن معه أطاحوا به في اليوم الثاني، وخلاص الذي يريدونه هو توقيع الاتفاقية لكن بمداد الإسلاميين. حتى بكرة النهار لو قالوا سويتم أنتم لا لا لا، ما هو نحن، هذا وقع في عهد الدولة السابقة وإحنا ملتزمون بالاتفاقيات. لكن يا إخوتي وأحبتي، أنا أعلم أن الإخوان سواء كانوا هنا ولا برا لا يروق لهم هذا الكلام. لما؟ لأنه يكشف فضائحهم، وهم في الحقيقة مكشوفون، لكن كثير من الناس مغيبون كأنهم لا يعيشون معنا على هذه البسيطة فيروا هذا الواقع. العواطف عواصف، نسأل الله العافية والسلامة، يرون هذا كله لكنهم ينسون، فهم بحاجة إلى أمثالكم ليذكروهم بهذا الذي يجري من هؤلاء. عاشرا، رجونا على الحكم والحكم والحكم. لما جاءوا في الدستور ماذا عملوا؟ غيروه وركم. هل هو المصدر الوحيد؟ لا. في تونس لما وصلوا إليه ماذا قالوا؟ ألغوه، أن يكون المصدر الوحيد الإسلام مصدر السلطة، ألغوه تنازلوا عنه. فهذا إسلام التحكم ما هو موجود عندهم، عندهم إسلام الحكم. تدرون ما هو إسلام الحكم؟ حتى تفرقوا بينه وبين التحكم. الحقيقة الحكم أن يحكم الإخوان المسلمون، هذا هو الحكم. التحكم أن يطبق الإسلام. فأي إسلام طبقوا؟ ما طبقوا ولا شيء. فإذا دعوتهم للإسلام أو استغرب منهم حتى الكافر، شوف هذه كافرة استغربت منهم لأن الرفع لشعارات إسلام 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 إسلام، لا قال لا هذا إسلام تحكم، يعني ما هم مطبقين الإسلام، يسمونه تحكم، لكن إسلام الحكم هم يسعون له. ما هو إسلام الحكم؟ أن يجلس على الكرسي هم. ولذلك لما صار الذي صار قال المتحدث باسمهم إن سقوط مرسي يعدل الشرك بالله، بهذا اللفظ افتحوا النت تجدونه. سقوط مرسي يعدل الشرك بالله. فيا إخوتي تعرفون أن الإسلام إسلام الحكم وإسلام التحكم، هذا معناه. إسلام التحكم تطبيق الإسلام، هو التطبيق الحقيقي لا يريدونه، لأن هذا تحكم في حريات الناس، ولذلك زادت الحانات والبارات في تونس واستغربتها حتى الكافرة الأسبانية. أما إسلام الحكم فهو أن يركب الإخوان المسلمون على الكرسي، فهم يسعون إلى إسلام الحكم لا إلى إسلام التحكم. والله لو يتولون عليكم في هذه البلاد لترون أخس مما هم فيه في بلدانهم، وأسأل الله ألا يأتي بيوم يتولى فيه مثل هؤلاء، فنعوذ بالله من ذلك. ولا يغرنكم هؤلاء، ويجب علينا جميعا أن نشد أيدينا بأيدي الحكام والعلماء الموجودين، فهم أهل الحكم الذين من الله به عليهم وآتاهم الله إياه، وما رأينا منهم إلا كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.